كانت تلك القطة أسعد قطة في العالم، مهما سقطت من علو كانت تنجو بطريقة عجيبة. أما على الجانب الآخر فكانت هناك فتاة تدعى سام، تعد أتعس إنسانة، إذ علقت في الحمام حين دخلت للاستحمام، وكان الخبز يسقط دائما على الأرض كلما أرادت تناول فطورها. وحين خرجت من منزلها اكتشفت أن إطار دراجتها مثقوب، وعندما حاولت إصلاحه انكسر مقبض المضخة، وحتى بعدما وجدت وظيفة لم يفارقها سوء الحظ ففسدت أعمالها وانتهى الأمر بطردها من العمل. جلست سام مساء على الرصيف أمام متجر تتناول شطيرة، فاقتربت منها قطة سوداء تبحث عن طعام، فأشفقت سام عليها وأعطتها قطعة من شطيرتها، فأخذتها القطة وهربت. لكن سام لمحت في المكان عملة معدنية فالتقطتها. منذ ذلك اليوم تغيرت حياتها، أصبح الخبز يسقط بشكل مثالي، والأطباق تقع مباشرة في غسالة الصحون، وحتى عملها صار يسير على ما يرام. غير أن الفرحة لم تدم طويلا، إذ سقطت العملة في المرحاض وجرفها الماء، فعاد حظها السيء من جديد. كادت سام تستسلم، لكنها رأت القطة ذاتها، وهذه المرة حدثتها ولاحظت أنها ترتدي قلادة فيها عملة تشبه عملتها المفقودة. ركضت القطة مسرعة، فلحقتها سام حتى وصلت إلى زقاق، وهناك أخرجت القطة جهازا غريبا، فانفتحت بوابة مضيئة وقفزت داخلها. ترددت سام قليلا ثم لحقتها، فتفاجأت القطة برؤيتها وحاولت منعها، لكنهما في النهاية عقدتا اتفاقا، فأعطت القطة سام عملة جديدة لتستعملها، ومنحتها ملابس تشبه الآخرين، وفي الختام أمسكتا معا بعملة الحظ. متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.